النهارده ان شاء الله هنفعل العضويات في القناه بتاعتنا، وطبعا النهارده هشرح لك بالتفصيل ازاي تفعل العضويات بطريقه سهله جدا. ثواني بس اخد لي بق ميه عشان عطشان والله. كل اللي على حضرتك ببساطه شديده ان انت بتخش في خانه تحقيق الربح، وبعد كده العضويات بيقول لك هو بيعمل لك انفايت او بيقول لك حضرتك ببساطه شديده يلا بينا عشان نبتدي نفعل العضويه في القناه. وكل اللي عليك هتقول له التعرف على الخطوات التاليه. كل اللي على حضرتك ببساطه شديده ان انت في البدايه بتبتدي تاخد او تدي مزايا للاعضاء اللي هيشتركوا في القناه عندك. يعني ببساطه شديده لما يكون عضو مثلا دفع مثلا $10 $15 $20 على حسب السعر اللي انت هتحطه، وهقول لك برضه تضيفه ازاي. ببساطه شديده لازم يكون ليه ميزه عن المشتركين في القناه. فبيقول لك مثلا بيبقى ليهم شارات زي الشارات اللي ظاهره قدامك دي بتبقى جنب الاسم بتاعهم في القناه. في البثوث المباشره بيبقى جنبيهم الاسم ده، بيبقى ليهم ايموجي خاصه بيهم هم بتقدر ان انت تعملها. تمام. بيبقى فيه زي عبارات شكر للاعضاء، بيتبعت لهم عبارات، ودايما في البثوث المباشره بيتبعت لهم عبارات شكر بنشكر الاعضاء اللي موجودين في القناه. غير ان هم اساسا تقدر تخليهم يشوفوا الفيديوهات الجديده قبل نشرها. يعني مثلا لو الفيديو الجديد هنقول انه هيترفع النهارده الساعه 7، الاعضاء يقدروا يشوفوه مثلا قبلها بيومين. انت متخيل معايا؟ طبعا تقدر ان انت تخلي فيه فيديوهات حصريه للاعضاء، تقدر تخلي لهم لو انت مثلا بتبيع حاجات في القناه يبقى لهم خصومات، تقدر تعمل لهم ان هم يتواصلوا معاك على وسائل التواصل الاجتماعي الشخصيه، تقدر تخلي فيه فيديوهات قصيره خاصه بيهم، استطلاعات راي خاصه بيهم، غرف شات خاصه بيهم، صور، وهكذا وهكذا. وبرده الاولويه في الرد على التعليقات طبعا دي مفعلها لهم. ممكن برضو نقول برضو ممكن يبقى لهم بثوث مباشره خاصه بيهم. فدي طبعا المزايا. انا ممكن اقدر اعمل مثلا فيديوهات شورتس خاصه بالاعضاء. كمان انت كمان تقدر تضيف ميزه منك لنفسك. يعني انت مثلا عايز يبقى في ميزه معينه انت اللي تديها للاعضاء بتوعك، تدوس على اضافه ميزه كده اهو، وتقدر تختار الفئه اللي انت عايز تديها لهم. يعني انت مثلا عايز تعمل لهم فيديوهات خاصه بيهم، تكتب وصف ليهم، تكتب تعليمات ليهم، تقدر حتى تسمي الميزه دي باسم معين. يعني انت مثلا مش عايز فيديوهات حصريه للاعضاء، تكتب مثلا فيديوهات حصريه للاخوه مثلا في القناه، او مثلا او للاخوه في القناه. تمام. وهكذا وهكذا. طبعا لما ندوس على تم الميزه دي بتضاف، فتقدر تضيف اي ميزه انت عايزها. فانا هعمل تجاوز تغيرات، وانا عايز المميزات دي مميزات كويسه. وبرده ممكن نبيع سلع باسعار منخفضه لو احنا مثلا حبينا نفتح ميزه اداره القناه ولا حاجه، نقدر نخلي مثلا الناس يشتركوا معانا باسعار مخفضه يعني. بعد كده ندوس التالي. تقدر بقى هنا اهو تضيف مستويات. يعني ايه مستويات؟ يعني حضرتك ببساطه شديده العضو مثلا اللي اشترك معاك ب 90 جنيه غير العضو اللي اشترك معاك ب 9000 جنيه. تمام. كل عضو فيهم بيبقى ليه مميزات عن الاعضاء التانيين، يعني كل مستوى ليه مميزاته وهكذا. طبعا اقدر اضيف مستويين، 3، 4. تمام. يعني الحد الادنى مستويين، اعلى حد ليا 4 مستويات. انا وليكن مثلا هضيف الاربع مستويات دول، وزي ما انت ما شايف يوتيوب عاملهم لك اوتوماتيك. 60 جنيه، 150 جنيه، 240 جنيه، 460 جنيه. انا شايف خلي مثلا الليميت بتاعك مثلا يبقى 120، او مثلا خلي دي مثلا 120 جنيه، دي بعدها 150. تقدر تزودها بقى تخليها مثلا 210. تمام. انت بتقدر تتحكم في الاسعار براحتك. يعني هو يوتيوب بيقول لك ان دي افضل اسعار في المميزات دي. تمام. تقدر بقى مثلا تخلي دي ب 1000 جنيه وهكذا. طبعا كل ميزه فيهم تقدر تتحكم فيها، تقدر تخليها فوق تخليها تحت وهكذا. يعني زي ما انت مش شايف، يعني انا مثلا في المستوى الاول اللي هو مستوى ب 120 جنيه، فده مثلا اقدر ان اخليه الاولويه في رد التعليقات ويشوف الفيديوهات الجديده قبل نشرها. ممكن كمان اقدر اضيف له ميزه. يعني انا مثلا عايز اضيف له ميزه مثلا ايه، ان هو يبقى فيه ليه فيديوهات شورتس خاصه بيه. تمام. المستوى الاعلى بقى المفروض ان هو بيكون ليه كل اللي فات ومعاه الحاجه الجديده دي. انت فاهم الفكره؟ فدي كانت الفكره وما فيها. برضو نفس القصه في المستوى اللي بعديه بيبقى ليه كل الحاجات اللي فاتت في المستويات اللي فاتت، وبرضو بالاضافه للحاجتين دول وهكذا. فانا بعد كده هم له التالي. والمستوى الاول اقدر اسميه باسم، المستوى الثاني اقدر اسميه باسم، المستوى الثالث بقدر اسميه باسم، والمستوى الرابع بسميه باسم. هعمل الكلام ده ازاي؟ هروح لشات جي بي تي، اقول له تعالى يا عم شات جي بي تي عايزك في مصلحه ضروري. هقول له عايز تقترح عليا اربع عليا اسماء 4 مستويات للعضويات في قناتي. يعني العضويات اللي عندي انا عايز يبقى فيه 4 مستويات، كل اسم فيهم ليه مثلا ميزه. بص يقول لك ايه. تمام. عام اصدقاء القناه. تمام. دي ممكن مثلا نخليها في المستوى الاول. تمام. المستوى الثاني بيقول لك هنا الداعمين. تمام. هنا مثلا الداعمين. تمام. نخليها هنا اهو. هنا نخلي في المستوى الثالث المميزين. تمام. المستوى الرابع الفي اي بي. او ممكن مثلا نسميهم مثلا داعم اسطوري، مثلا داعم اسطوري.
تمام اهو كده احنا فعلنا الاربع مستويات قدام حضرتك. بعد كده بقوم دايس التالي. الموضوع يا جماعه بقى كله اوتوماتيك. تمام. في البدايه خالص بيقول لك ان احنا يا محمد لما يكون عندك اكتر من 8 اعضاء في القناه هيظهروا في صفحه القناه الرئيسيه، مفيش مشكله. لما يكون ليك اكتر من 8 اعضاء الصور بتاعتهم هتظهر تحت الفيديو وهنشكرهم فيه، مفيش مشكله. كمان يبقى ليهم محادثه مميزه، مفيش مشكله. التالي بعد كده طبعا لازم تشوف البنود دي وتقراها، وبعد كده تقوم موافق على الثلاث اللي هو الثلاث شروط دول، لازم توافق عليهم وتقول له تاكيد. بعد كده العضويات مش بتتفعل اوتوماتيك، في البدايه بتروح يوتيوب بيراجعها، الموضوع بياخد له في حدود ال 24 ساعه، بيجي لك رساله على الجيميل يقول لك تم قبول العضويات. هو لسه لحد دلوقتي بس بيحمل. تمام. بعد كده ببساطه شديده زي ما انت ما شايف بيقول لك في خلال 24 ساعه. تمام. زي ما انت ما شايف دي الحاجات اللي احنا عملناها. فطبعا في خلال 24 ساعه في رساله بتجي لك على الجيميل بيقول لك اهلا بيك، خلاص احنا فعلنا على العضويات في القناه. شكرا كتير لكم، اتمنى اكون فدتكم في الحلقه دي على قد ما قدرت طبعا، وصلوا على النبي، سلام عليكم.